السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار بخصوص زكاة المال. اتفضل. هل زكاة المال يجوز إخراجها للأقارب، لأخويا هو عنده مرض معين وبيحاول إن هو يدور على شغل الآن، يعني في النهاية هو فقير أو مسكين أو أنه ثري؟ هو عنده ظروف مرضية معينة وهو حاليا بيحاول يدور على شغل مش محصل شغل. فهل أنا يجوز؟ لكن عنده ثروة أو ليست عنده ثروة؟ لا يملك أي شيء، بل بالعكس مديون ليا بمبلغ. خلاص مصرف، أعطيه الزكاة. أعطيه الزكاة كاملة. الله يسلمك. طب هل يجوز ان انا اخصم الجزء اللي هو واخده مني كدين يا شيخ من الزكاة؟ ها؟ هل يجوز هو عليه دين؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. استلم منه الدين. هل انا اقدر الحين ان انا اعطيه؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، انما سلمه الزكاة وطالبه بعد ذلك. مش حقة الدين، بس هل يجوز ان انا اعطيه مبلغ الزكاة كامل وهو مبلغ كبير؟ كم يعني؟ يعني ممكن حوالي 90,000. إذا كانت حالته تستدعي ذلك لا بأس. إذا كان صاحب مرض وعمليات سؤال تاني فضيلتك، أنا فقر وديون لا بأس في هذه الحالة. طيب سؤال تاني بعد إذن فضيلتك. نعم. أنا كان سنتين لم أخرج زكاة المال. طيب. السنة القديمة أنا هخرج عليها زكاة المال اللي هي السنة الأولى اللي حال عليها الحول. السنة الثانية أنا حاليا استخدمت مبلغ من المبلغ اللي أنا كنت مدخره في مشروع تجاري. هل أخصم الجزء اللي أنا استخدمته في المشروع التجاري من أصل المبلغ وخرج على الصافي الزكاة، ولا خرج على أصل المبلغ من الأول؟ هو المشروع التجاري نفسه عليه زكاة يا أخي. ما هو المشروع لسه ما اشتغلش يا شيخ. ولو لكن فلوس مرصودة في مشروع يستثمر. عليه زكاة. خرج على أصل المبلغ. على الجميع. على جميع المبلغ. أيوه. جزاك الله. أيوه.